دلوقتي هنتكلم بعد ما حفظنا الكلمات زي ما انتوا شايفين وكتبناها وعرفناها ازاي بتتكتب وبأسلوب مبسط وبشوية حاجات انت لو تعودت عليها والله هتبقى زي الفل في القراءة وكمان في الحفظ بتاعك بطريقة سهلة. طيب انا دلوقتي يا مس حفظت الكلمات اهو، دي الحاجات اللي احنا اتدربنا عليها وحفظناها من شوية. هنزل لك الرابط بتاعها في التعليقات عشان انت لو ما كنتش شفتها تتفرج عليها لوحدها، لان في اطفال تانية يكون حافظينهم فمش عايزة الناس اللي ما بتعرفش تحفظ تبص على الفيديو ده بتاع حفظ الكلمات. طيب الناس اللي هي حافظاهم هنبدأ مع بعض ازاي نكون منهم جمل بحيث ان انا ما اضيعش برضو وقتك وتمل من الحلقة. طيب انا دلوقتي عندي الكلمات دي نوعها ايه؟ نوعها يعني اسم ولا فعل ولا ايه ولا حرف جر ولا ايه؟ دول اسماء يا ولاد، تمام؟ دول اسماء. طيب مثلا انا عايزه اقول ايه؟ انا هاخد كذا حاجه من هنا وهعمل عليها جمل. تعال نشوف الجمل ونشوف الفعل اللي هي عايزاه في نفس الوقت. هديك قاعده صغيره كده انت محتاجها ومهمه جدا. طيب ايه هي يا مس؟ قاعده have وقاعده has. قاعده have وقاعده has ايه دول؟ have يا ولاد ليها معاني كتيرة قوي، ليها معاني كتيرة قوي. من ضمن المعاني بتاعها معناها يملك، يعني عنده أو عندي، تمام كده؟ يعني يملك الشيء ده بملكه، تمام؟ طيب have ده ليها شكل تاني، ليها شكل ايه؟ has. have معناها يملك وhas برضو معناها يملك. دي هي دي، تمام؟ كل الحكاية شلت الفي والاي وحطيت الاس. طيب يا مس قوليلي لو سمحتي امتى استخدم دي وامتى استخدم دي؟ حلو كده؟ ماشي. انا عايزه اقول مثلا انا عندي رأس، انا امتلك رأس. رأس يعني هي راسي. انا اللي هي اي، صح الكلام؟ امتلك اللي هي يمتلك اللي هو have. يبقى ده الفعل الاصلي، ده الفعل الايه الاصلي، تمام؟ رأس يعني head. head، تمام كده؟ انا لو ما حطيتش الأ دي يبقى كده انا غلطان. ليه؟ عشان يا ولاد، طالما يا ولاد الرأس ده حاجة واحدة بس اللي هي الراس بتاعتك حاجة واحدة بس، وأول مرة أتكلم عنها، مش عارفة يعني أنا أول مرة أتكلم عنها، فطالما عددها واحد لازم أحط قبلها أداة النقر تمام كده؟ عشان تبقى الجملة بتاعتي صح. ما تقوليش I have head، أقول لك غلط. دي هتفرق قوي وتبقى جملتك 10/10. أهد، عشان أهد دي هد يعني رأس، والرأس عددها واحد وأول مرة أجيب سيرتها، أول مرة أتكلم عليها، يبقى لازم يا ولاد أعمل إيه؟ أحط قبلها تمام كده؟ طيب أنا أمتلك رأس. طب افرض أنا عايزة أقول هو يمتلك رأس. هو اللي هي الضمير إيه؟ هي. يمتلك هنا يا ترى have ولا has؟ هقول لك has. أهد، هو يمتلك رأس واحدة بس عنده هو. الله، أنا ليه هنا خدت have وليه هنا حطيت has؟ بص معايا، have لما يبقى قبليها الضمير I، قبليها الضمير I أخد have. طيب لما يبقى has قبليها حاجة واحدة بس ومش موجودة أخد has. يبقى بص معايا تاني، الضمير I معناها أنا، عدده كام؟ عدده واحد. موجود ولا مش موجود؟ اما اجي احكي عن نفسي، موجود انا ولا مش موجود؟ لا انا موجود، يبقى اخد have. طيب الضمير هي، السبجكت بروناونز هي، عدده كام؟ عدده واحد. معناه ايه؟ معناه هو للغائب، هو للغائب صح؟
موجود ولا مش موجود؟ مش موجود، يبقى اخد هاز. يبقى هاف هنا بتيجي مع اللي عدده واحد وموجود. هاز هنا بتيجي مع الضمير هي او اسم احمد. لو ولد اسمه احمد مش موجود معايا، انا ما بتكلمش معاه، انا بجيب سيرته، انا بجيب سيرته، لكن هو مش قاعد معايا وبتكلم معاه، عدده واحد مش موجود. فهاخد هاف ولا هاخد هاز؟ لا هاخد هاز. بجيب في سيرة هنا، بنوتة اسمها هنا. هنا، هنا عددها واحد، انا مش بتكلم معاها، مش قاعدة معايا دلوقتي، امال هي اسمها هنا، بحكي عليها، بحكي عليها، مش موجودة. يبقى هنا مش موجودة، يبقى انا هاخد هاف ولا هاخد جنبها هاز؟ يبقى هاخد هاز. يبقى اي اسم مش موجود معايا وانا بتكلم، او اي ضمير مش موجود معايا وانا بتكلم، اخد هاز على طول. طب ايه الضمائر اللي عددها واحد ومش موجودة معايا وانا بتكلم؟ اللي هو الهي، واللي هو الشي، واللي هو الات. ات دي عدده واحد وغير عاقل، ما عندوش عقل، ما بيميز، زي الحيوان وزي الجماد. تمام؟ يبقى واحد مش موجود او واحد غير عاقل. واحد مش موجود زي الهي او الشي. الهي اللي هو ضمير، هو ضمير الغائب، والهي الشي اللي هي ضمير هي للبنوتة اللي هي مش موجودة، هي غايبة مش موجودة. طب وات عدد واحد وغير عاقل. طب ما انت هتقولي لي الاي يا مس، الاي عدد واحد بس معناها انا، ده انا موجودة، انا موجودة، يبقى هاخد هاف. يبقى اللي عدده واحد ومش موجود او واحد غير عاقل على طول بياخدوا هاز، سواء كانوا ضمائر يا ولاد او اسماء. سواء كانوا ضمائر او اسماء، يعني ممكن اقول احمد مكان هي، احمد هاز، او هنا هاز، اكات هاز، اكات هاز. يبقى احمد هاز، هنا هاز، اكات هاز. ليه اخدت هاز؟ نقول كمان مرة، عشان اللي قبله عدده واحد، يا اما مش موجود او ما عندوش عقل، ما بيميز. طب كلمة يو يعني انت، انا قاعده اتكلم معاك دلوقتي واقول لك يو، عددها كام؟ عددها هنا مثلا ممكن تيجي جمع، يعني انا لو بتكلم مع شخص واحد قاعد قدامي اقول له يو، بتكلم قدام فصل اقول لهم يو. يبقى في واحد قاعد قدامي بديله درس اقول له يو يعني انت. طب لو انا قاعده اتكلم مع فصل كامل اقول لهم يو يعني انتم. يعني يو دي ممكن تبقى مفرد وممكن تبقى جمع. طب انا دلوقتي بتكلم مع شخص قدامي، عدده كام الشخص ده؟ عدده واحد اللي هو انت. موجود ولا مش موجود؟ انت واحد دلوقتي قاعد قدامي فبقول له انت، لا موجود. طب موجود هياخد هاف ولا ياخد هاز؟ لا، اي واحد عدده واحد وموجود هاخد هاف على طول. لازم عدد واحد في الحتة دي. طب انتم، ما هي انتم يو برضو تاخد هاف، مش مشكلة. طيب لازم يبقى عدده واحد ومش موجود او عدده واحد وغير عاقل ياخد هاز. تاني اي، عشان الناس اللي بتتلخبط، ما هتقول لي اي عددها واحد، عددها واحد موجود ولا مش موجود؟ واحد وموجود هاف. هي واحد غير موجود هاز. شي عددها ايه؟ واحد غير موجودة، بنوتة غير موجودة تاخد هاز. يو لو عدده واحد موجود اهو قاعد قدامي يو، هاخد جنبها هاف. طب افرض بقى قلت وي، افرض بقى قلت وي، وي يعني نحن،
جمع. قال لك الجمع ياخد have. تمام. زي يعني هم، جمع برضو هم يعني اكتر من واحد، ياخدوا برضو have. شايفين معايا يا ولاد انا عملتها لكم ازاي؟ بص كده معايا. I عدد واحد وموجود تاخد have. You عدد واحد يعني انت، لو هو واحد قدامي وموجود ياخد have. وممكن تيجي بصيغة الجمع انتم تاخد برضو have. زي هم جمع، الجمع على طول ياخد have. we يعني نحن جمع برضو ياخد have. يبقى العدد واحد وموجود والجمع ياخد مين؟ ياخد have. تمام. العدد واحد وموجود وجمع ياخد have. طيب هي عدد واحد وغائب اللي هو ياخد has. she عددها واحد وغائب مش معانا في الكلام واحنا بنحكي ياخد has. it عدد واحد وغير عاقل يعني ما عندوش عقل ياخد has. تمام كده يا ولاد؟ يبقى انا عندي، طيب ممكن اشيل هي واحط اي اسم ولد مش معايا في الكلام، واحد بس. ممكن اشيل شي واحط اي اسم بنوته. تمام. ممكن اشيل ات واحط مثلا قطه، اكات، ادوج، كلب. هاز عنده مثلا فور ليج، فور فيت 4 اقدام، او فور ليجز 4 اقدام. تمام كده. فانا ممكن اشيل الضمير واحط الاسم اللي ينوب عنه. طيب have معناها يملك، هي has معناها يملك، بس بتتغير شكلها في زمن المضارع البسيط البريزنت سيمبل. لما ايه يا ولاد؟ لما نشوف اللي قبليها اللي بيغير شكلها، اللي بيغير شكلها من have لهاز اللي قبليها. تمام. طيب انا دلوقتي عايزه يا ولاد اعرف، عرفت الفعل have يعني يملك، وعرفت الفعل هاز هو بالظبط يملك. طب افرض دلوقتي زي مثلا التعبان يا ولاد السنيك ما عندوش رجلين، عايزه اقول هو لا يملك اقدام، او هو لا يملك قدم، هو بيمشي على بطنه ما عندوش رجلين، صح؟ طيب كلمة لا يملك النفي، حابة أنفي have يعني يملك، لا يملك النفي بتاعها ايه؟ have يا ولاد نفيها ايه؟ شايف؟ don't have لا يملك، don't have لا يملك. I don't have، you don't have، they don't have، we don't have. يبقى افرض اللي عندي ده يعني شوية تعبين زي كتير أكتر من واحد، هقول عليهم زي don't have legs ما عندهمش رجلين. تمام. يبقى كلمة يا ولاد have يملك. يا ريت تعملوا الورق ده وتخليه عندكم وكل شوية تبص عليه، هيفرق معاكم جدا والله. يبقى have هي has، يملك. تمام. طب افرض عايزة اقول have اقول لا يملك، have دي تبقى don't have، احط قبليها اللي باللون الاسود don't have معناها لا يملك. طيب هنا he has هو يملك، she has هي تملك، it has انه او انها يملك يعني عنده، زي القطة عندها، هنعمل جمل عندها ايه؟ 4 رجلين تملكها، صح كده؟ يبقى ايه؟ a cat او it has 4 legs. it اهو تعالى نكتبها يا ولاد. it has 4 legs. it انها على القطة مثلا has تملك 4 legs
أقدام، اللي هي أقصد رجلين يعني، اللي هو الساق. عندها 4 ساق، بتمشي على 4، صح ولا إيه؟ أيوة، هي عندها 4 بتمشي عليهم. تمام كده؟ طيب، عايزة مثلا تعبان، التعبان اللي هو السنيك، التعبان. عايزة أقول إيه؟ ما عندوش، لا يملك، لا يملك، لا يملك. يبقى هو عندي كلمة يملك وعندي لا يملك. لا يملك اللي هي ايه؟ التعبان يا ولاد اللي بنحكي عنه. تعبان واحد اهو، هجيب اهو رسمة، ثانية واحدة خليكم معايا. عايزة اقول اهو التعبان اهو يا ولاد، ده شكل التعبان مثلا اهو. هو عنده رجلين بيمشي عليها؟ هو عنده رجلين بيمشي عليها؟ لا، ما عندوش. يبقى عايزة اقول ثعبان لا يملك. لا يملك ايه؟ اقدام، او اللي هي يعني رجلين بيمشي عليها، او سيقان، هي الساق اللي بيمشي عليها، زي الايه الاصح، اللي هي الساق سيقان، اللي هو بيمشي عليها زيها زي القطط. ما عندوش حاجه زي دي. طيب، التعبان يا ولاد اهو. التعبان عدده ايه؟ التعبان عدده ايه؟ 1. تمام كده، عدده 1. إيه يعني موجود مش موجود؟ غير عاقل؟ لا، غير عاقل. من اللي عدده 1 وغير عاقل؟ اللي هو اللي هو ايه؟ الضمير هياخد ايه؟ has. يبقى انا ممكن اكتب a snake، ثعبان. has عنده ولا مش عنده؟ doesn't have. doesn't have، كلمة doesn't have. مش عنده، مش عنده، مش عنده ايه؟ legs، اللي هي الايه؟ السيقان بتاعت الايه؟ اللي هي بتاعت زيه زي القطط مثلا او الكلاب. طيب، ممكن اشيل snake واحط الضمير it doesn't، واكتب دي واكتب دي واكتب دي. doesn't have legs، ما عندوش اللي هو السيقان اللي بيمشي عليها. يبقى ممكن اكتب الاسم يا ولاد، وممكن اكتب الضمير اللي بينوب عنه. ممكن اكتب الاسم وممكن اكتب الضمير اللي بينوب عنه. تمام؟ اقول snake doesn't have legs، او اقول it doesn't have legs، انه او انها لغير العاقل. يبقى انا عندي هنا has يعني يملك، has يعني يملك. تعال نعمل عليها حاجة. هو he يملك has. هو يملك ايه؟ هو يملك ايه؟ 2 eyes، يملك 2 عين، صح كده؟ عنده عيون، 2 عين، صح كده يا ولاد؟ طيب، عايزة اقول هو لا يملك. لا يملك ايه؟ ديل مثلا، tail، يعني كلمة ديل. هو لا يملك ديل. الديل بالانجليزي معناها تيل. في شخص انسان عنده ديل، ولا الحيوان زي القطة والكلب اللي عندهم ديل؟ طيب، هو اللي هي انا هقول يملك، انا هقول يملك ولا هقول هي؟ هتاخد هنا هاز يملك ولا لا يملك؟ هي هتاخد اللي هي النفي، لا يملك. طب هي مع لا يملك اسمها ايه؟ doesn't have. doesn't have يعني ما اكتبش هنا has، لا، doesn't have. he doesn't have. هو doesn't have، لا يملك. لا يملك ايه؟ أتيل، ديل. هو لا يملك ديل. أتيل يعني الاي دي، عشان اللي جاي بعديها حاجة واحدة بس. هو لا يملك ديل.
تمام كده؟ طيب يبقى انا هنا عندي ايه يا ولاد؟ نبص تاني، خلي بالك، عندي الفعل have اللي هو has، بس ده بيجي مع حاجات معينة قبليه وده بيجي مع حاجات معينة قبليه. طيب حابة انفي have يعني يملك، النفي بتاعها ايه؟ نقلب على طول الورقة. don't have، I don't have، أنا لا أملك، you don't have، أنت لا تملك، they don't have، هم لا يملكوا، we don't have، نحن لا نملك. الناحية التانية بتاعت has، امتى اكتب has ما اكتبش have؟ لما يبقى قبليها عدد واحد ومش موجود، سواء كان ضمير أو اسم. يعني he has، he has، he has، he has، she has، she has، she has، she has، it has، it has، it has، it has. طيب دول اللي عددهم واحد، الضمائر دي عددها واحد أو ما عندهاش عقل، وفي حاجات مش موجودة زي ده اللي ما عندوش عقل. طب أنا عايزة has أنفيها، أقول لا يملك، يبقى هنفيها بإيه؟ has ده هي ولاد، أما أجي أنفيها بإيه؟ doesn't have، doesn't have، doesn't have، doesn't have، has، 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 has. بنفيها بإيه يا ولاد؟ ب doesn't have، doesn't have، doesn't have، doesn't have، has، has، has. بنفيها إيه؟ has معناها يملك، بس بتيجي مع ضمائر معينة وأسماء معينة. أنفيها بإيه؟ doesn't have، doesn't have، doesn't have، doesn't have. طيب have بقى معناها يملك، وده فعل أساسي، ده الأصلي. أنفيه بإيه؟ عايزة أقول لا يملك، أنفي have بإيه؟ don't have، don't have، don't have، don't have. وبكده يا ولاد عندي حاجتين اتنين، عندي اتنين نفي. زي ما في الفعل have بقاله شكل تاني has في زمن المضارع البسيط، في زمن المضارع البسيط زي ما have بقت has، النفي عندي بقى اتنين، النفي عندي بقى اتنين، don't have و doesn't have، don't have و doesn't have. تمام؟ أنا عايزاكم تعملوا ورقة زي اللي أنا عاملاها كده وتحطها معاكم وتكتبوا لي don't have كتير، doesn't have كتير. تمام؟ يبقى حوالي 4-5 مرات وتفهم. don't have، doesn't اس دي، have بتاعت نفي ايه يا ولاد؟ بتاعت نفي has. اهو اهو، يبقى has دي نفيها ايه؟ doesn't have، وهاف دي نفيها ايه؟ don't have. تمام؟ طيب هي هتلخبط في الاول، بس حطها لي قدامك، حطها لي قدامك وحاول تفهمها. دي have نفيها don't واكتب have زي ما هي. دي has، دي has صح، نفيها doesn't، مش has دي فيها اس يبقى هاخد doesn't ام اس، بس اكتب هنا have. يعني في النفي ما بكتبش has خالص، في النفي ما بكتبش has خالص. هنا هو have وهنا هو have. تمام؟ بس دي فيها اس يبقى doesn't ام اس اخدها. تمام كده يا ولاد؟ طيب انا دلوقتي عايزه منك تقول، تعمل لي جمله وتقول لي ايه هو. هي مثلا اكتب جمله بقى في الحاجات دي وناخدها. هي عندها اللي هي تملك اسنان. هي تملك اسنان، هي اللي هي ايه؟ انا دلوقتي معايا فعل have ومعايا الفعل has، ده يعني تملك وده يعني تملك. الفعل بيبقى ده رقم 2 في الجملة اهو، رقم 2 في الانجليزي في الجملة. تمام؟ طيب have النفي بتاعها ايه؟
don't have واكتبها زي ما هي. has النفي بتاعها ايه؟ doesn't واكتب have. اهو اهو، دي لا يملك ودي لا يملك، وعرفنا دي امتى نجيبها وعرفنا امتى دي ناخدها. ماشي. هي انا قلت تملك يعني دي بتاعت دي ودي واحد، ودي ودي واحد. هنا دي واحدة مثبتة والتانية منفية، ودي واحدة مثبتة والتانية بتاعتها هي اللي هي شي، صح؟ اهو. انا بقول تملك ولا لا تملك؟ انا بقول تملك، اقوم عاملاهم كده. فين شي يا ولاد؟ فين شي؟ فين شي؟ اهي شيها. تملك اللي هي هاز، اهو اكتبها. هي تملك هاز. اسنان يعني ايه يا ولاد؟ تيث. هي عندها اسنان. تمام. طيب عايزه اقول مثلا إيه، هم يمتلكوا، اللي هو يمتلك، هم يمتلكوا مثلا إيه، أرجل، يعني رجلين اللي هي زي الساق دي، الساق دي أرجل، جمع رجل جمع رجل أرجل، دي جمع يا ولاد. تمام. هم يعني ايه؟ هم يعني ايه؟ هم يعني ايه؟ they. هم يعني ايه؟ they. يمتلك، دي معناها يمتلك ودي معناها يمتلك. انهي يمتلك اللي اخدها؟ زي هتاخد هاف ولا هتاخد هاز؟ لا، زي بتحب هاف، زي بتحب هاف، يبقى زي هاف هم. اهي يمتلكوا، اهي ارجل. رجل يعني ايه؟ رجل يعني لج، دي رجل واحده. انا بقول رجل ولا ارجل؟ ارجل، ليجز، واحط اس الجمع وفول ستوب، وكده عملت جمله زي الفل. طيب عايزه اقول هم، شويه تعبين ماشيين، ادا تعبان وده اخوه ماشيين اهو. عايزه اقول عليهم هم، على دول اكتر من واحد اقول عليهم هم. لا يمتلكوا، لا يمتلكوا ارجل، واحط فول ستوب. هم اللي هي ايه؟ فين هم هنا يا ولاد؟ ده جمع الحته دي، زي هم. انا بقول يمتلك ولا لا يمتلك؟ يمتلك زي هتاخد هاف، وممكن زي تاخد ايه؟ دونت هاف. انا بقول ايه؟ يمتلك ولا لا يمتلك؟ انا بقول لك هنا لا يمتلك، لا يمتلك، يبقى هنا زي ها دونت هاف، هم لا يمتلكوا. زي دونت هاف، هم لا يمتلكوا ايه؟ ارجل. انا بقول لج رجل ساق يعني، ولا بقول ارجل جمع؟ اقوم حاطه اس الجمع legs. they don't have legs، لو هم شويه ايه تعبين ماشيين، وانا بقول هم ما عندهمش رجلين. تمام كده يا ولاد؟ طيب عايزه اقول مثلا القطه تملك ديل. القطه تملك ديل. القطه يعني ايه؟ القطه يعني ايه؟ كات. غلط، لازم اقول اكات، لان دي قطه عددها واحد بس، واتفقنا نحط قبليها حرف الاي عشان اقول لك ان انا بحكي عنه عدده واحد بس ولسه بتكلم عليه لاول مره. تمام. طب انا عملته هنا ليه كابيتال؟ عشان خاطر جاي في اول الكلام ده، اي اول الجمله لازم اول الجمله اعمل اول حرف كابيتال. اكات. انا بقول تملك ولا لا تملك؟ انا بقول تملك. عندي اتنين تملك، دي تملك ودي تملك. هاس تملك وهاف تملك. يا ترى انا هاخد ايه؟ القطه دي اعرفها عددها ايه؟ عددها واحد، غير عاقل. من اللي عدد واحد وغير عاقل؟ اللي هو زيها ات، زيها زي الضمير ات. يبقى هتاخد ايه؟ هتاخد ايه؟ هاز. يبقى كات هاز
القطة has تملك ديل، مش هو دي الواحد، اقول عليه a teal، دي الواحد، ما ينفعش اقول تيل ديل على طول. شوية التفاصيل دي يا ولاد هتفرق كتير قوي واحنا بنكتب. تمام. طيب عايزه اقول ايه كمان؟ هاتلي كمان مثال يا مس. عايزه اقول انا املك شعر. انا اللي هي ايه؟ انا اللي هي ايه؟ الضمير انا اللي هي ايه؟ I. املك هقول have ولا اقول has؟ I هتحب have ولا هتحب has؟ هتحب have. I have، انا اللي هي I، املك اللي هي have لان I بتحب have. شعر اللي هو ايه؟ اللي هو ها، شعر يعني here، واحط في الستوب. قولي لي يا مس، انت هنا ما قلتيش اهير ليه؟ هو انا بقول شعرايه واحده ولا بقول هير؟ شعر. شعر يا ولاد هو كتير، تحس ان هو كتير، يعني ما تعرفش تعده، من الاسماء التي لا تعد، فانا بكتبه من غير دي ولا بحط له اس الجمع. تمام. دي هديها لك بعدين، ما تركزش فيها شويه، ما تركزش فيها دلوقتي. تمام كده يا ولاد. طيب انا عايزه اقول ايه؟ القرد يملك اتنين ذراع، 2 أذرع، يعني أذرع جمع اهو. القرد اللي هو ايه؟ قرد واحد بس، قرد واحد بس، عدده واحد بس، اللي هو ايه؟ monkey ولا اقول ايه؟ a monkey. a monkey، a monkey، وحطيت هنا a monkey. القرد يملك عدده ايه؟ واحد وغير عاقل، واحد وغير عاقل اهو. اقول a monkey اللي هو مكانه it. هاخد هاز ولا هاف؟ لا هاخد هاز، عددها واحد وغير عاقل، يبقى هاز دي بتيجي ايه؟ الواحد اللي عدده واحد وايه؟ مش موجود او غير عاقل، باخد هاز اهو. يبقى مونكي هاز 2 تو، العدد الاول اذرع. ارم ولا ارمز؟ انا بجمع ولا ها؟ تو عنده 2 ايه؟ ارمز. طالما حاجه اكتر من واحد احط له اس الايه؟ اس الجمع. طب انا بتلخبط لسه يا مس، ما تقلقش، كتر الامثله هتثبت المعلومه. امال النهارده امسك على ايه؟ هتمسك لي على هاف وهاز، وتعرف ان هاف بتيجي معاه قبلها حاجات معينه، وهاز بتيجي معاها ضمائر معينه واسماء معينه. اعرف ان هاف نفيها don't have، وهاز نفيها doesn't have. وبكده يا ولاد انا اخدنا جمل كتير جدا جدا، فانا ايه يعني حاولت على قد ما اقدر. لسه هديكم ان شاء الله الجزء ده وهنكمل فيه، هنكمل في ان شاء الله في البارتس اوف ذا بادي، اجزاء الجسم، بقاعده هنراجع عليها اللي this و this يعني اسم الاشاره اللي احنا اخدينها المره اللي فاتت، و these اللي هي معناها هؤلاء. تمام. هنكمل ان شاء الله الحصه الجايه عليها، عشان اعرف ايه الحاجات اللي هاخدها وايه الحاجات اللي انا مش اللي هتيجي مع this، وايه الحاجات اللي هتيجي مع this ان شاء الله باذن الله. جنب ايه بقى؟ جنب افعال تانية بتيجي مع الايه؟ الاسماء دي، مع الاسماء دي ان شاء الله. جنب افعال تانية بتيجي مع الاسماء دي. بس النهارده تركز لي على ايه؟ على هاف وعلى هاز، واكتبهم زي ما انا عاملاهم كده، don't have و doesn't have. بس كده خلاص. ان انت بتشوفني لاول مره ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتضغط على جرس التنبيه عشان يوصلك الفيديو اللي بعد كده. السلام عليكم.